لو بتحبي شاورما اللحمة تعالى اقولك على طريقة نفس طعم المطاعم بالظبط، بخطوات بسيطة جدا وفي 10 دقايق هتاكلي احلى شاورما. يلا نبدأ ونقول بسم الله. هنجيب المكونات كلها كده مع بعض. في طبق كده هنزل بربع كوباية من مية البصل، ومعلقتين كبار من الخل الابيض، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص اختياري، والتوابل معانا فلفل اسود وملح وكزبرة ناشفة وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا. بس كده، دي الخلطة اللي هنحط فيها اللحمة وننقعها فيها. هقلبها وابدأ انزل قطع البفتيك في الخليط ده. بعد كده السر بقى علشان تقطعيه نفس تقطيعة الشاورما، هنحطه في علبة وندخله الفريزر لغاية ما يتجمد. وكمان عشان اللحمة تشرب من مية البصل والخل كويس وتطري الأنسجة وتستوي بسرعة من غير ما تضطري انك تحطي مية للحمة عشان تستوي. خلاص هي كده متجمدة، هبدأ بقى اقطع بسكينة تكون حادة جدا. التقطيعة معاكي بتطلع رفيعة جدا وشبه بالظبط بتاعت بره. شايفين؟ انتي لو مسكتيها بايدك اصلا بتدوب كده. بعد كده، بعد ما اخلص تقطيع في طاسة سخنة بقى، هنزل بمعلقة سمنة كبيرة، وياريت لو عندك كمان قطع من اللي هي بتديها طعم حلو قوي. هفضل اقلب فيها كده. شايفين التقطيع رفيعة ازاي؟ 5 دقايق كده خلاص المية بتاعتها بتقل شوية، انا مش عايزاها تنشف خالص. في المرحلة دي هنزل بقى بالبصل وطماطم وفلفل متقطع وربطة بقدونس. هقلب كده شوية على النار لغاية كله بقى ما ياخد طعم بعض، وبس كده وتكون جاهزة معانا. واعملي بقى احلى سندوتشات شاورما. طحينة بقى في العيش، عيش فينو عيش بلدي زي ما انت عايزة، وحطي الشاورما وعليها رشة بقدونس، وهتاكلي احلى سندوتش شاورما والله نفس طعم بره بالظبط. جربوها بالطريقة دي وهستنى رأيكم بالكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد من الوصفات.